جول يا ولد يا بن شرقي. هو قلت لكم من بدري مهاجم يا جدعان، ده يلعب مهاجم، ده يلعب مهاجم، ما يلعبش حاجه تاني غير مهاجم ده. ايه خلص يا بن شرقي بقى، يلا يا حسين يا ابن اللعيبه. هو حسين الشحات يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. زيزو مين والناس نايمين؟ اتفرج على الفينش، يخرب بيتك ايه الحلاوه دي. سلام عليك يا ده فتوح، يلا عاد هنا لعمك فتوح. عاد لعمك فتوح هنا. ايه الحلاوه دي يا فتوح. حلوه قوي يا حسين، حلوه قوي اللعيبه. اوف حلوه قوي يا امام، يا ابن اللعيبه يا بن شرقي، يا ابن اللعيبه خلص الماتش. ده ازاي ما بقاش مهاجم يا جدعان؟ ده ازاي ما يلعبش مهاجم وتلعب مروان عثمان؟ حرام عليكم يا ابن اللعيبه. تنسوا ازاي جمهورنا ازاي رايح جاي الاهلي شاط فيكو. اوه اسمع جمهور الاهلي. جمهور الزمالك المضحك بقاله ايه، بقاله شهور عمال ماسك مستلم امام عاشور، يقول لك اصل امام عاشور ومش طايقكم وعايز يجي ويلا مش عايز يلعب، والواد بيلعب من غير نفس وعايز يروح الزمالك. عشان يجي امام عاشور النهارده في لقطه واحده بس وهو بيرمي تيشيرت الزمالك كده بعد نهايه المباراه يرد على كل اللي حصل. وكمان اداؤه في الملعب النهارده برغم ان امام عاشور لسه ما رجعش 100%، ولكن رد على كل جمهور الزمالك ان الراجل ده مكمل في الاهلي ومفيش اي حاجه من اللي هم بيقولوها. على النقيض بقى خالص تعالى اتفرج عبد الله السعيد بودة بيعمل ايه النهارده بعد التغيير. الراجل شاط الكوره وشاط ازايز الميه كلها في وش لعيبته وفي وش زمايله وفي وش المدير الفني وفي وش كل اللي قاعد على الدكه زي ما انت شايف كده، ومش عاجبه التغيير. عبد الله السعيد ده عمره ما كان يقدر يعمل حركه زي دي ولا ربع حركه زي دي وهو في النادي الاهلي، ولكن نادي الزمالك مختلف. انت في نادي الزمالك يا بودة تعمل اللي انت عايزه ومحدش هيحاسبك ومحدش هيقول لك تلت التلاته كام. انما في النادي الاهلي اللي بيعمل هف وقد كده بيتعاقب، اللي بيتضايق بس وهو طالع بيتعاقب. انا هنسمع بقى حاجه لعبد الله النهارده ولا بودة؟ مش هنسمع اي حاجه، ما هو عملها قبل كده كتير الموسم ده، بس دي مش اول مره. واتخانق مع حسام عبد المجيد في الملعب وعمل وعمل وعمل، ولكن بودة محدش بيكلمه ليه. هو ده نادي الزمالك ودي تربيه نادي الزمالك ودي اخلاق نادي الزمالك اللي عبد الله السعيد النهارده بيفرضها وبيبينها للشعب المصري كله وللوطن العربي كله. برافو عليك يا بودة. وايه رايك في رميه امام عاشور للتيشيرت؟ لو في حد بيدور على بيزيرا فهو في بداية الماتش في الدقيقة 7 بالظبط أحمد رمضان بيكهام بعته ويجيب له علبة سجاير ولسه ما رجعش. انت ممكن تعمل حاجه، استنى وحياة ابوك وحياة ابوك. محمد رمضان بيكهام النهارده قدم مباراة جميلة جدا جدا جدا، وفي أول الماتش رقص الترقيصة دي لبيزيرا وبعته ويجيب له حاجة من الكشك، ومن ساعتها بيزيرا ما رجعش الماتش خالص من بعد الترقيصة دي قدام أعين المدرب بتاعه معتمد جمال على الخط. اداله واحدة رايقة كده، واحدة متعتني، واحدة متعت جمهور الأهلي كله، ونتمنى الاستمرار من بيكهام.